ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. النهارده معانا تركه حلوه قوي عن البطاطس المسلوقه او البطاطس المهروسه. ايا كان هنعملها ايه، انا بتكلم في ان هي تبقى مسلوقه الاول. طيب، ايه التركه اللي معانا النهارده؟ لما نيجي نسلق بطاطس، البطاطس بتاخد وقت قوي في السلق، من الحاجات اللي بتاخد وقت. وكمان انا مش بفضل ان احنا نشيل منها القشر ونسلقها، لان لما بنعمل كده كل الفوائد بتاعتها بتنزل جوه الميه، وكمان بيدخل لها ميه زياده في البطاطس نفسها. فمش برجح الطريقه دي، فانا برجح الطريقه اللي هي دي، اللي هو بغسل البطاطس وبسلقها بالقشر بتاعها. طيب، ده بياخد وقت بقى كبير جدا، يعني ممكن البطاطس مثلا تاخد لها، لو بتسلقي بطاطسايه واحده مثلا، تاخد ساعة أو ساعة إلا ربع، حاجة كده يعني. فأنا تركتي ليكم النهاردة إن احنا نسلق كمية من البطاطس، يعني ما نولعش البوتاجاز وناخد غاز قد كده علشان بطاطساية. لا، نسلق كمية حلوة من البطاطس. أنا بالنسبة لي الكمية دي تكفيني أسبوع في التلاجة. تمام. كل واحد بقى يشوف عدد أسرته مثلا قد ايه، وهم اصلا ليهم او بيحبوا البطاطس باي شكل من الاشكال. انا شايفه ان البطاطس المسلوقه معاكي في التلاجة هي جوكر. تعملي بيها وصفات كتير جدا، ممكن تعملي بيها اصناف على الغدا، ممكن تعملي منها فطار، ممكن تعملي منها عشاء. فهي يعني مهمة جدا وضرورية جدا في التلاجة. كمان هتسهل معاكي الفطار لو انتي مثلا صاحية مش قادرة بقى تعملي فطار جامد وبتاع، تاخدي منها من العلبة وتحطيها في، تعمليها بقى، تزودي لها بقى. هنا بقى هنقف. انا بشيلها ازاي؟ هقول لكم. طيب، قشرناها، هنهرسها بقى. نهرسها بالهراسة او بشوكة او اي حاجة. نهرسها كويس قوي ونشوف هنعمل ايه. تمام، هرسناها كويس قوي. هنشيلها بقى على كده، مش هنزود اي اضافة خالص. اخرنا نزود شوية ملح بس، ونحطها في علبة محكمة الغلق ونحطها في التلاجة. تقعد معاكي اسبوع. 6 ايام، من 6 ايام لاسبوع هتقعد، مش هجرالها اي حاجة. ما نضيفلهاش اي اضافات، ونحطها في الرف اللي تحت الفريزر على طول عشان تفضل درجة حرارتها عالية. قصدي درجة حرارتها يعني اسقع حاجة يعني في التلاجة. فنعمل كده. عايزه تعملي كميه اكبر وتحطيها في الفريزر، اوكي، مش هيجرالها برضو اي حاجه، ومش يعني مش هيحصل لها حاجه، هتفضل حلوه يعني. بس نطلعها بقى، ناخد الكميه اللي احنا عايزينها. وبعدين نبتدي بقى نزود الاضافات اللي احنا عايزينها. عايزين نزود لبن، يعني بصوا الاساسي نزود. اتفرجوا على تريك قبل كده كنت عاملاها عن البطاطس، اتفرجوا عليها، سيب لكم اللينك بتاعها تحت. مهم جدا جدا. وبس، دي كانت تركة النهاردة من قناة ريحانة علشان توفر كده عليكم شوية من الوقت ومن الغاز ومن المجهود ومن حاجات كتير كده، لو احنا بنحب البطاطس المهروسة. وانا بصراحة بشوف البطاطس المهروسة من الحاجات الضرورية جدا جدا، لان بنشتغل بيها حاجات كتير جدا. وانا عملت لكم وصفات كتير بيها، واستنوا بقى وصفة بطاطس مهروسة عليها كده كفتة وجبنة تحفة، استنوها. بس اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.